يعني علاج تام وشفاء لا، ده مرض مزمن وبنتعامل معاه زي الضغط والسكر في الكبار. الأطفال اللي عندهم سكر، هل أساسا السكر فيه منه أنواع؟ وهل بيبقى فيه أمل للشفاء مثلا في أي نوع منهم ولا لأ؟ هو سكر الأطفال في السن اللي بنتكلم عليه ده بيبقى سكر النوع الأول اللي ربنا بيبقى خالق الطفل بيه. البنكرياس مش بيفرز انسولين كفاية يقدر يتعامل مع السكر ويدخله الخلايا فيظبط في الدم، او حتى الخلايا مش قادره تتعامل مع الانسولين بطريقه صحيحه، فدي خلاص دي طبيعه ربنا خلقه بيها. ويعني علاج تام وشفاء لا، ده مرض مزمن وبنتعامل معاه، نقدر نتعامل معاه عادي جدا زي الضغط والسكر في الكبار. النوع التاني ما بيبقاش في السن الصغير، ده بيبقى ناتج عن عادات غير صحية وأكل غير صحي، زيادة وزن وزيادة دهون، قلة عناصر غذائية كتير. فده بتعديل الحاجات اللي بقولك عليها اللي هي العادات الغذائية والصحية، وتعديل الوزن ومتابعة الحالة الصحية بيتم الشفاء منه ممكن 100%. كده احنا عرفنا ان السكر من النوع الاول هو اللي بيصيب الاطفال في سن صغير. تقريبا كده ممكن نتعامل معاهم ازاي يعني نفسيا شوية وفي نفس الوقت برضو من الناحية الصحية او من ناحية الدايت او النظام الغذائي؟ طبعا محتاج معاملة خاصة جدا، بيتابع مع طبيب لانه بيحتاج ياخد انسولين. فحياته الصحية هي بتبقى يعني 3 محاور، اولهم الانسولين طبعا، الاكل وطبيعته وكميته، والرياضة. الرياضة مهمة جدا جدا للطفل مريض السكر، تساعد جدا انها بتظبط سكر الدم. الاكل بقى وطبيعته، اولا لازم يبقى متناسب مع جرعه الانسولين اللي بياخدها. اي حاجه سكرها سريع لازم تبقى بحدود، لكن بياخد نشويات ولازم بس تبقى مظبوطه مع جرعه الانسولين بتاعتي، سواء بقى بمتابعه الدكتور او الام اللي خلاص بقت فاهمه الوضع وقادره تتعامل معاه وتوجه ابنها كويس. مهم ان الام تبقى مديه فكره مثلا في الحضانه او في المدرسه علشان حتى يعني يعرفوا ياخدوا بالهم منه، ان هو مثلا يعني ما يضعفش او مثلا ياخد حاجه المفروض ان هو ما ياخدهاش هتضره مثلا. هي دي طبعا تبقى حسب سن الطفل، لازم يبقى في حد متابع ومركز في حاجه زي كده، فانا ابقى معرفه الدايره اللي حواليا القريبه بالذات الموضوع ده عشان ياخدوا يساعدوني في ان بالهم انا منه. اتعامل معاه.